مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله حبيت نعمل معاكم كرات البسكوت بالشوكولاتة من ألذ حلو أسهل حلو ممكن تعملوه بدون فرن. المكونات كلها بسيطة، تابعوا الفيديو. في البداية جبت 24 قطعة من البسكوت هذا، خليتها في وعاء كبير، ومن بعد ابتديت أفتفت البسكوت بالطريقة الموضحة في الفيديو. ما لازم فتافيت يكونوا صغار، فتافيت بيكونوا بنفس هذا الحجم. وخليتها على جنب. جبت كسرولة، خليت فيها كوب من الحليب، ملعقة كبيرة من الكاكاو، ملعقة كبيرة من السكر. نخليهم على النار مع التحريك المستمر حتى الغليان. من يبدأ الخليط يغلي معنا نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة و50 جرام من الشوكولاتة، ونخليهم مع التحريك المستمر حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة. من نلاحظوا انهم ذابوا نطفوا على النار، ومباشرة نسكبوه فوق هذاك البسكويت اللي فتفتناه، وفي نفس الوقت نحرك، نسكب ونحرك، نسكب ونحرك بالتدريج. ما نسكب الخليط كله مرة واحدة، لا، نسكب بالتدريج. إذا حسينا إن الخليط خلاص يعني شرب، خلاص لازم القوام يكون نفس هذا القوام. من بعد نشكلهم على شكل كرة، وعادي إذا لصق في إيدكم يعني شيء طبيعي عادي. ما يعني في النهاية إنه بنخليه في الثلاجة وبيبرد. شكلتهم كلهم إلى شكل كرات ودخلتهم الثلاجة، خليتهم في الثلاجة مدة ساعتين. والآن خلينا نجهز صوص الشوكولاتة. جبت 200 جرام من الشوكولاتة، ضفت لهم ربع كوب من الحليب وخليتهم في حمام ماء ساخن. استنيتهم حتى قوام الشوكولاتة يكون نفس هذا القوام وتذوب الشوكولاتة كلها. من بعد ضفت الفول السوداني المحمص والمطحون، أو ممكن نضيفوا لوز أو جوز. وبعدين جبت كرات البسكويت من الثلاجة بعد ساعتين وغمستهم في الشوكولاتة والفول السوداني، ومباشرة رجعتهم الثلاجة مرة ثانية وخليتهم مجرد 5 دقائق يبردوا في الثلاجة. وكرات الشوكولاتة بالبسكويت جاهزين معانا، من ألذ وأشهى الحلويات اللي ممكن تعملوها وتقدموها لضيوفكم. حلويات جدا سهلة وبسيطة، ما تاخذ منكم لا وقت ولا مجهود، والطعم لا يقاوم. وأبسط شيء ممكن تعملوه بدون فرن بمكونات كلها بسيطة. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.